حسمت مولودية الجزائر لقب دوري بعد فوز في داربي أمام اتحاد العاصمة ب1-0 قبل انتهاء بطولة ب4 جولات. أما اتحاد العاصمة فحتل رتبة خامسة ناقص 3 مباريات يمكنه لعب على منافسة أفريقية. أما قمة أخرى فانتهت بتعادل إيجابي بين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد لينتهي حلم لعب على لقب، ويكتفي الطرفين بلعب على دوري أبطال إفريقيا الذي لم يحسم حتى أن بينهم، ليبقى شباب بلوزداد في مركز الثاني بفارق نقطة عن شباب قسنطينة، بينما تعرض وفاق سطيف صاحب مركز الرابع لهزيمة مذلة أمام مهدد بسقوط مولودية وهران الذي تنفس قليل وما زال يصارع على ضمان بقاء رفقة نجم بن عكنون الذي فاز هو أيضا أمام اتحاد البسكري. إما باقي نتائج وترتيب كما يلي: